أهلا وسهلا بكم في الانتداب الأمريكي. من الانتداب البريطاني إلى الانتداب الأمريكي نكبة 2026. بحال ما كنت فاهم، فلسطين والمندوب السامي البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى بال 1918 سقطت الدولة العثمانية، فوضعت عصبة الأمم فلسطين تحت الانتداب البريطاني بال 1920. يعني بريطانيا أصبحت الحاكم الفعلي لفلسطين، وكل هذا بحجة إعطاء الفلسطينيين استقلال. والمندوب السامي أعلى مسؤول بكون في فلسطين، بيمثل الحكومة مباشرة. المندوب بيمثل السلطة التنفيذية والتشريعية والعسكرية، يعني هو الحاكم الفعلي للبلاد، وبكون في عنده صلاحيات واسعة زي تنفيذ وعد بالفور، وعد من لا يملك لمن لا يستحق. من خلال المندوب السامي بريطانيا نفذت وعد بالفور بال 1917 اللي تعهد بإنشاء وطن قومي لليهود بفلسطين، رغم إنه الفلسطينيين كانوا الأغلبية الساحقة وما حدش أخذ رأيهم أصلا. ومن سياسات المندوب السامي دعم وتسهيل الهجرة اليهودية لفلسطين، وقمع الثورات الفلسطينية واعتقال القادة ونفيهم خارج البلاد. وكانت نهاية دور المندوب السامي بال 1948. أنهت بريطانيا حكمها وانسحب المندوب السامي، وأعلنت قيام دولة إسرائيل، ووقعت النكبة الفلسطينية. وهذا حاليا اللي قاعد بيصير بغزة. بحال ما كنتش بتعرف شو يعني مندوب سامي تاني، وبمعنى آخر يعني غزة حتكون تحت الحكم الأمريكي، أو بمعنى ثالث حلبونا وباعونا. هو شوف، إحنا حاسين بالخازوق بس برضه بنحب نتفائل، وعلى قولة محمد عساف لنا الله. وبعدين ما تزعلوش، هي بدهم يوحدوا الضفة وغزة.